هاي يا ماي كوينز، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده رجعت لكم فيديو جديد، وفيديو النهارده هيكون عباره عن روتين اول يوم العيد وازاي قضيته كده. بس طبعا قبل ما نبدا الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان اول ما انزلكم فيديو جديد يوصل لكم. وبس كده، ليتس جو. طبعا احنا هنا كنا رايحين نصلي صلاه العيد، يعني بيبقى حرفيا منظر الناس تحفه. بحب العيد، هو العيد كله اصلا غير اليوم الوقفه بالليل وصلاه العيد، بس بعد كده بنقضي اليوم كله نوم. وعيد سعيد عليكم، كل سنه وانتم طيبين يا رب. يا رب الأيام اللي جاية تعيشوها في هنا وسعادة. صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هنا بقى كنت وصلنا وقاعدين مستني، كنا بنسمع خطبة صلاة العيد. اللي هو انتوا عارفين انا ببقى قاعدة في كمية انبساط ولحظات، ببقى بتمنى ان اللحظات دي ما تعديش بجد. فاللي هو حاليا كنت قاعدة انا وصاحبتي، كنا قاعدين مستنيينه بقى ايه يقول الله اكبر عشان نقوم نصلي. هو انا مش عارفة انا هنا كنت بعمل ايه اصلا، بس قشطة. كنا قاعدين فاضيين بقى، اللي هو خلاص، هو كان خلاص هيقوم ويقول الله أكبر، فاحنا كنا قاعدين مش عارفين هنعمل ايه يعني. فكنت قاعدة، بصوا بوريكم ان هو انا عملت حنة وكده، ودي النتيجة. معرفش هو المفروض بتتحط على الصوابع والضوافر وكده، ايه اللي انا بحطها على ايدي بجد. اللي هو العيد الصغير انا كنت عاملة حنة، استغفر الله العظيم يا رب. الحنة معروف ان هي بتتقلب، مثلا بتلبسي جلوفز او كيس وتقلبي بيه، لا انا المرة اللي فاتت كنت بقلب بصوابع عادي يعني. المهم ملناش دعوة. بس المرة دي اتعلمت من غلطتي وايه، ولبست جلوفز وقلبتها بيه، بس دي كانت النتيجة برضو. هنا بقى كان الله اكبر خلاص وقايمين نصلي الحمد لله. كنت هنا بقى كنت بتمنى ان هو يطول قوي علشان انا بحب الاجواء دي. خلصنا بقى وسلمت على صحابي والاحباب بقى وكده يعني، وعيطت عليهم. وطبعا احنا كنا مروحين من عكس الطريق اللي احنا كنا ماشيين منه، يعني احنا رحنا من طريق ورجعنا من طريق مخالف. طبعا اليوم كان تحفة تحفة تحفة. ما بحسش بالعيد غير بأول ساعتين حرفيا. أيوة زي ما قلت لكم، ليلة الوقفة والصبح بس وصلاة العيد، اللي هو كان اليوم تحفة. وطبعا احنا مروحين الساعة 7، فأنا روحت اتقتلت، لا اللي هو في ايه، علشان كنت مطبقة بقالي يومين، لا كان الموضوع كتير عليا قوي. فاللي هو أنا روحت نمت وصحيت على الساعة 8:30 9 كده، مش فاكرة بصراحة. وهنا بصوا كنت بوريكم ان الجو كانت السما صافية وان الجو جميل. بحب الاجواء بتاعت الصبح دي، بس ما بحبش اصحى بدري، مش عارفة ازاي بس قشطة. طبعا بعد ما روحت وصحيت الساعة 9، كانت 8:30 او 9 مش فاكرة قوي. فقلت اقرا سورة الكهف بقى بما ان احنا النهاردة الجمعة وكده. وغير كده اصلا قراية الكهف بتبقى نور ما بين الجمعتين، واللي هي حاجة حلوة قوي. وطبعا بعد ما خلصت قراية سورة الكهف انا دخلت نمت تاني. اللي هو اللي رشش منوم في الجو، اللي رشش منوم في الجو يبطل هبل. انا بنام اكتر ما بصحى بجد. يعني اللي هو انا فاكره نمت على الساعه 10 وصحيت الساعه 1:50 كده. كل شويه بنام وبصحى مش عارفه ليه. وانا بعد ما صحيت عملت فطار، اللي هو انا جبت طبق مهلبيه عشان انا ما بحبش اكله كده. فقمت حاطه عليه شويه سوداني. تقولي ليه كنت حطيت جوز الهند؟ ما بحبوش برضو عليه. اللي هو السوداني بيبقى تحفه كده، بيبقى طعمه حلو. لولا اختلاف الأذواق لبارت السلع يا جماعة، يعني اللي هو ايه، تحفة. هنا أنا كنت وأنا باكل كنت بخاف أوقع، عشان أنا مبعرفش أعمل حاجتين مع بعض، مبعرفش أصور وآكل. فهو يا هصور وماكلش، ياكل ومصورش. وغير كده الستاند بتاعي ضايع مش لاقياه، فبنسلك لبعض يعني. أو بصوا طبلولي. وبعد ما فطرت الظهر كان أذن، فقلت أخش أصلي، عشان بصراحة ما بصليش في الأذان، بكسل. هو ما بيحصلش معايا كتير، بس انا ما كنتش قادره اقوم عشان كنت لسه صاحيه، كنتش مفوقه، بس قلت هقوم. طبعا بعد ما صليت خدت العيديه. العيد غير عيد من غير عيديه ما يبقاش اسمه عيد. اللي هو خدت الهديه من ماما وبابا بقى، كل سنه وانتم طيبين.
طبعا بعد الصلاة دخلت قريت الورد وكده عشان ما نسووش يعني، عشان في ايام العيد انا ساعات بنساه، فقلت اقراه بعد ما خلصت وكده يعني. وهو انا مش عايزه اصدمكم واقول لكم ان انا بعد ما خلصت دخلت نمت تاني، والله بامانه يعني انا نمت النهارده كتير قوي. انا كنت حاسه ان انا شاربه حاجه ونمت، يعني انا نمت على الساعه 2:30 كده، وصحيت الساعه 5 او 4:30 مش فاكره. مفتكرش اصلا مواعيد النوم والصحيان عشان انا بنام كتير قوي. وطبعا بعد ما صحيت من غيبوبه النوم بتاعتي اتغديت، وبعد ما اتغديت يعني كان العصر ادن، كنت صاحيه قبل العصر، فهو كان العصر ادن فقلت هتغدى بقى وايه هقوم اصلي. طبعا كنا عاملين رز وباميه لحمه عشان النهارده العيد يعني، فناكل لحمه اكيد اول يوم العيد. وبعد ما خلصت صليت ودخلت لبست بقى. انا كنت بوريكم الاوتفيت وكنت بجهزه معاكم يعني، الدرس بتاعي عسل عشان بتاعي يعني. المهم هنا كنت بوريكم التفاصيل بتاعته، وبقول لكم ان هو فيه جيوب بجد، الدرس مريح بطريقه فظيعه، اللي هو انت بتبقي ماشيه كده يا راح. وهنا كنت الخمار يعني والبندانة، شراب. مش عارفة انا بقول لكم ليه مع ان الحاجة واضحة يعني، بس مش مشكلة. وهنا خدت خاتم التسبيح من ماما عشان يبقى ماشي على الدرس، عشان بتاع لونه اورنج، بس بأمانة مش لاقياه، اللي هو انا لو كنت لقيته كنت اخدته. اهو انا بطلع حاجة يعني عشان اخده عشان يبقى شبه الدرس، انما انا بتاعي مش لاقياه. انا بقى ايه مخمرية برفيوم. عموما البرفيوم ريحته مش ثابتة مش فواحة يعني، بيروح بسرعة، فعشان كده بحطه منه. ودي الشنطة بتاعتي، الاوتفيت تحفة تحفة. طبلولي تمام. بعد كده بعد ما لبست نزلنا ورحنا عند بنت خالته. طبعا بكره اروح عندها علشان السلم بتاعها متعب بجد يعني، فاللي هو ايه قشطة مش مشكلة يعني، مش خسارة فيها. طبعا هي بأمانة بنت خالته بنت طيبة وعسولة وشاطرة كده، فدخلت جابت لنا شوكولاتة انا اكلتها، فدي اخر واحدة نسيت اصور والله وهي جايبة، فدي اللي انا لحقتها قبل ما اكلها يعني. المهم بصراحة طعمها تحفة. وبعد كده رحت عند خالته. طبعا خالته ايه ما كانتش عايزة تسوقلي عشان انا كنت رايحة عندها متأخر، مش عوايدي يعني ان انا بروح لها متأخر وكده، فما كانتش طايقاني، فانا قمت صابة لنفسي وقعدت يعني. وايه مش عارفة. وهنا طبعا انا رحت عند خالته، بعد كده شربت البيبسي. بص هو في كنز بس انا ما بحبش اشربها في الكنز، فانا بقوم صباها في الكوبايه، واخدين بالكم انا بحب اوسخ كوبايات. طبعا خالته خلتني اغسلها تاني يعني عشان انا وسخت كوبايات. وبعد ما خلصت عملت ايه بقى، خرجت انا ولبست، اللي هو انا بروح في مكان وبروح، انا لفيت النهارده كتير قوي. طبعا رحنا جبنا كشري، اللي هو احنا كنا عايزين نجيب كريب بس لقينا الراجل عنده زحمه، او مشوي لقينا المشوي قافل والكريب زحمه، فقلنا هنجيب كشري. بصوا خروجتنا عموما اللي هو يا هي بتيجي عندي انا بروح عندها يعني، احنا بنخرج من بيت بنروح لبيت تاني، فمش عارفة ده تخلف ولا عبط بس مش مشكلة. وهنا كنت بوريكم الأكل يعني. وبعد كده خرجنا اتمشينا شوية وقلنا نجيب آيس كريم فرايدي ده تحفة تحفة. أنا شوية وهمضي اللي لعمه وصل أمانة. بعد كده روحت وصليت العشاء، صليت العصر عند خالته، لا عند بنت خالته، والمغرب عند خالته، والعشاء روحت وصليتها بقى. وده الأوتفيت، ايه رأيكم؟ بايو.